حسن شكر من الجنوب يحجز مكانا على لائحة شرف جوجل، أحد أهم محركات البحث عالميا، فخور باكتشافه ثغرة مهمة في الموقع وعاتب على إهمال الدولة للأدمغة. تقرير رشدين هاشم. أنا اسمي حسن شكر، أنا عمري 25 سنة، تخرجت من جامعة الأريو الجامعة اللبنانية الأمريكية وعامل كمبيوتر ساينس. بالدرجة الأولى اليوم أنا انوضعت على الهول اوف فيم تاعت جوجل، اللي هي تعد من أهم اللائحات على مستوى العالم بالنسبة للسكيورتي أناليست اللي بيكتشفوا ثغرات بموقع جوجل نفسه. أنا صراحة هي ببلش القصة تقريبا من شي 5 أشهر، إنه كنت مشتري شغلة على الأب ستور، وهن عادة ما برجعوا لك مصرياتك، بتنزل ابلكيشن بتجرب اذا هي منيحة او مش منيحة، وفيك بضمن هيدي الفترة انك ترجع مصرياتك. بس انا تخطيت هيدي الفترة وراحت عن بالي ارجع المصاري، فصرت عم دور بالويب سايت على طريقة اقدر ارجع فيها مصرياتي، فوصلت لنتيجة انه قدرت ارجع مصرياتي، وبنفس الوقت انه قدرت ارجع مصريات قصص ثانية انا مشتريها من تقريبا سنة وسنتين، ولقيت انه فعليا فيك ترجع مصرياتك حتى لو صار لك فترة بعيدة مشتريها وبدون علم جوجل نفسها. يعني انت بتكون عم تعمل مثل تريك للسيرفر. اول ما انت بتفوت على ويب سايت جوجل في عندك شيء اسمه هول اوف فيم، تقدر من خلاله انك انت تبلغ عن ثغرات ممكن تشوفها. انا بعت لهم الطريقه كيف تنعمل وكيف تقدر ترجع تعيدها على السايت عندهم لحتى يتاكدوا انه هي شغاله. فبعد تقريبا 3 أشهر وصلني ايميل منهم انه انقبل هذا الريبورت ليفوت على برنامج الهول اوف فيم تبع جوجل، وحيعطوني من وراه كمان ريورد ماليه، وبنفس الوقت حيحطوا لي اسمي على لائحه الشرف. إذا حدا مثلك ببلد ثاني عامل نفس الشيء، شو بتتوقع تكون النتيجة؟ أنا شفت قصص كثير على الإنترنت إنه في عالم واصلين على الهول اوف فيم تاعت جوجل، شيء المحافظ كرمه، شيء طلع أخذ جائزة مالية من البلدية، شيء توظف بشركات معينة. إنه عم بتطلع على حالي أنا إنه بعدني قاعد بلا شغل مثلا، وهيدي أبسط شغلة يمكن أعطيك إياها. لازم حدا يدور على هذا الموضوع، لأنه آخرتنا إذا هيك حنحط حالنا بالطيارة ونسافر على بلد ثاني، وهذا الشيء اللي بدي اعمله. انا تقصدت احط العلم اللبناني على صورتي بالهول اوف فيم كرمال مبين للعالم انه مالي انا لبناني وفخور بلبنانيتي، بس بنفس الوقت حلو الانسان من بلده يتكرم، او كلمه يعطيك العافيه، او كلمه الله يبيض وجهك. قد كلبناني يمكن انه ابن جنوب وابن ضيعه صغيره وابن عيني يمكن شوي متواضعه وبصلي زمان مخرج، حس انه انا بال 2016 على ما اظن لانه ما شفت حدا غيري حكي بالموضوع. بس عن جد لازم على القليله يمكن لو دق التليفون ضابط من جمارك انا قبلاني يقول لي يعطيك العافيه، انا بقول له كلك ذوق، بس على القليله الدوله انه تطلع فينا شوي، لانه يمكن في كثير انجازات عم بتصير والدوله ما عم بتشوفها. يعطيك العافيه. الله يعافيك، ثانك يو.